ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل اكله لذيذه وسهله جدا وفي طاسه واحده. محتاجين نص كيلو صدور فراخ وهنقطعهم مكعبات صغيره، طماطمتين متقطعين صغير، جزرايه متقطعه مكعبات صغيره، بصله مفرومه، وثلاث فصاص توم مفرومين، وملح وفلفل وبابريكا وزعتر وشطه وفلفل الوان، والمكرونه هنسلق المكرونه الاول. هنضيف لها طبعا حبه ملح وحبه زيت ونقلبها كل دقيقتين، وبعدين في طاسة فيها معلقتين زيت ومعلقتين سمنة أو زبدة. هتحطي البصل المفروم والثوم المفروم، مش هياخد لون معانا، هو بس يدبل كده، وبعدين أضيف له مكعبات الفراخ. هنقلب بقى الفراخ في البصل كويس كده لحد ما تاخد اللون ده. أبدأ أتبلها. التتبيلة طبعا زي ما قلتلك ملح وفلفل وبابريكا وزعتر وحبة شطة، كل حاجة نص معلقة صغيرة. وبعدين ضفنا الجزر وتقلبي، وبعدين المكرونة بتاعتنا استوت اهي، اخدت 8 دقايق بالظبط، كل دقيقتين تقلبيها. ضفت بقى الطماطم للفراخ وتقلبي، وبعدين هغطيها بقى 5 دقايق، هتاخد الشكل ده كده. هضيف لها بقى الفلفل الالوان، والفلفل عندي ما كانش فريش، طلعته من الفريزر، فلما تطلعيه من الفريزر تستخدميه على طول وهو ساقع قوي كده. وغطيتها 5 دقايق تاني، وبعدين ضفت معلقتين صويا صوص وقلبت كويس. وبعدين المكرونة بقى بتاعتي غسلتها وجبتها ضفتها للفراخ. طبعا المكرونة اللي أنا مستخدماها مش لازم تستخدمي نفس النوع، يعني لو حابة تغيري نوع المكرونة ده براحتك جدا، أي نوع هيدي نفس النتيجة، مش لازم ترتبطي بنوع معين. يعني أنا دقت المكرونة لقيتها محتاجة حبة ملح، لازم تدوقيها الأول، لأن طبعا وحطيت نص كوباية مية سوري، وغطيتها 5 دقايق تاني. لازم تدوقي المكرونة الأول، لأن احنا حطينا صويا صوص، والصويا صوص فيها ملح شوية، فلازم تدوقيها قبل ما تحطي ملح زيادة. نقدمها بقى، وزي ما بقولك هي أكلة فيها كل حاجة، فيها الخضار وفيها المكرونة وفيها الفراخ، فمش لازم تقدمي أي حاجة جنبها، هي كفاية، وهتعجبك قوي قوي قوي. وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.